ما تخلوش عيالكم تخاف منكم، عيالكم تحبكم وتحترمكم. طفل عنده 5 سنين ما كانش بيعرف يعمل حمام، والدته خدته وراحت للدكتور تطمن عليه ويوم تكشف، فالدكتور كشف فاكتشف ان في تهتك في فتحة الشرج، وان ده ناتج عن تحرش جنسي، وتقريبا بقاله سنة. المهم اتكلمت مع الطفل خايف انه يحكي، فقالت له خلاص انت ما عدتش رايح المدرسة وهتروح عند ابوك، هتسافر عند ابوك. فالطفل اطمن ان هو ما عادش رايح المدرسة وحكى لها التفاصيل بقى دخل فيها دادة ومدرسة ومديرة مدرسة ومش عارف ايه، فانا مش عايز ادخل في تفاصيل قوي لان في قضية شغالة والله اعلم مين مظلوم. يعني المهم من القصة ان شخص عنده 80 سنة بيتحرش بطفل عنده 5 سنين. اللافت في الموضوع الراجل اللي عنده 80 سنة ده على الاقل 40-50 سنة ماشي في الموضوع ده، يعني ممكن يكونوا اكتر كمان. فاحنا في كارثة اللي احنا ما عندناش توعية، كارثة اللي احنا ما بنتابعش ولادنا باستمرار، كارثة اللي احنا بنثق زيادة عن اللزوم في مدرسة، في مدرس، في أشخاص غريبة. أنا مش عارف أقول إيه. يعني التوعية اللي ممكن فعلا تحصل ما تخلوش عيالكم تخاف منكم، عيالكم تحبكم وتحترمكم، وربنا يسترها.